إخواني وأخواتي، يؤسفني أني نجمعكم في الفيديو هذايا، ولكن ما باليد حيلة. تحطينا في موقف صعيب، احنا في ورطة، احنا في مأزق، في أزمة وجودية. وين تدور وجهك ترى الخراع؟ حرب عالمية ثالثة جاية من غادي، متحرشين بالأطفال ملمومين في جزيرة ويحكموا في العالم، أمراض، أوبئة، السخط على ريوسنا، الأسوام شعلت فيها النار، برميل النفط قريب يوصل ل$100. والناس الكل تلوج، يقول لك وينو المسؤول معناها على الخراب هذا؟ شكون هالسيد هذا المسؤول على الخراب؟ ابيان انا عندي لكم الاجابه، ومش هذا كهو، بل عندي لكم الحل باش نخرجوا من هالازمه اللي احنا موجودين فيها. في العاده يعني في التحقيقات الجنائيه يقول لك باش تعرف المجرم لازم تتبع الفلوس. انا لهني نحب نقول انه ثم حاجه اهم من الفلوس، الا وهي لا ماهيش هذيك اللي تخمم فيها، هي الوقت. وقت اللي يمشي ما عادش يرجع. دونك السؤال هنا يولي شكون باش يعدي اقل وقت في الحالة المزرية اللي الكوكب نتاعنا موجود فيها، وشكون اللي باش يعدي اكثر وقت يبقبق في الخراء اللي احنا توي كنراو فيه ونعيشوا فيه. الإجابة واضحة وصريحة، البومرز هما المجرمين، البومرز هما اللي حطونا في الوضعية ذي، البومرز هما العدو وإحنا هما الضحايا. أما اللي كيفاش هما مش مازال لهم 5 سنين 10 سنين ويتوكلوا، إحنا مازلت لنا عقود على هالحجرة ندوروا حول شمس مسافرين في مجرة درب اللبانة. وركز معايا، كل هالحاجات هذه اللي يتم اتهامها بأنها هي المشكل، شكون اخترعها؟ مثال بسيط، كل إنسان 1000% عاشوا مرة في حياته. عندك مرض، لطف على خويا باش شنو عندك؟ ظهرك يوجع فيك، عينيك تعبين، شلل نصفي، مريض بالسرطان، لطف على خويا، كله من التليفون. مالا كله من التليفون هذاك؟ اش في بالك انت؟ مالا شكون اخترعوا التليفون ترى؟ شكون اخترعوا التليفون؟ بالك انسان عمره 20 سنة، بالك عمره 30 سنة، بالكش يا عزوز قبة عمره 80 سنة كان يخدم في شركة IBM. ولا الحاجات هذه يقول لكم انتم وليتم مدلين عاد كراها بتهز وتجيب والو بابا، وانا في وقتك انت كنت نمشي 30 كيلومتر باش نوصل المدرسة، وثم زوز اسود لازم تجيهم كل نهار، وكل فول مون يظهر لنا تيريكس في الغابة، لازم نختار واحد معناها من اطفال القرية نقدموه قربان باش التيريكس هذا ما يلعجش علينا. اولا نسكر فمك اللي مازالوا فيه سنتين شادين روحهم بالسيف، وجاوبني على السؤال هذايا، شكون رباه الجيل هذايا اللي انت تعتقد انه هو المشكله؟ هالجيل قليل التربيه وقليل الحياه والكسول ودرشون كذا، شكون رباه؟ يما هو الجيل متاعك انت ولا؟ وهالادوات الالكترونيه وهالمشاكل هذه الكل اللي ناخره تويكا عقول العباد، دوم سكرولينج وبرين روت والشيء ذاك الكل، شكون اخترعوا؟ يماكم انتم اخترعتوه. وعليش اخترعتوه؟ باش تحسنوا الكرة الأرضية وباش تحسنوا اللايف ستايل متاع البشرية، يماكم باش تبيعوه وتدخلوا بيه شوية فلوس، وفجأة ولينا احنا الضحايا متاع الشيء هذا كل، ولينا احنا الخايبين، ولينا احنا اللي مدمرين الكرة الأرضية هذه. والله لا تسواها، والله الشيب والعيب فيكم. وذاك علاش انا جبت معايا الحل اليوم، باش نوريكم الولاد كيفاش نتصرفوا في المأزق هذا اللي لقينا رواحنا فيه. وبطبيعة الحال بحكم اللي أنا في الكوجينة دونك عندنا طبخة كما تشوفوا، هي تتكون من حاجتين أساسيتين اللي هما الروز واللحم. اللحم اللي ذكرنا في تاريخنا ككائنات كايباكس بريداتورز، واقفين على كل مثلث الهرم الغذائي، نبولوا على اي حيوان وكائن موجود تحتنا، سيودة على غزلان على حمير وحشية على زرافات، ما فما حتى كائن على وجه الكرة الأرضية ذي ند للإنسان، ند للكائن البشري. وكما قلنا الحم يذكرنا في الماضي هذاك وقت اللي كنا هانترز، ولازم نرجعوا هانترز على خاطر فما حرب الولاد، فما راغناروك، ارماجدون، حرب نهاية العالم اقتربت، وباش نواجهوا نهاية العالم لازم نكونوا بدنات الولاد، لازم نكونوا قويين، لازم تكون عندنا اندورنس، لازم تكون عندنا العضلات، فهمتني؟ موسكليس جيتينج بيجر، هذاك هو الحل متاعنا. والنصف الثاني من الوصفة متاعنا باش يتكون من الأرز اللي هو سمبول للآسيويين، والآسيويين هم بحد ذاتهم سمبول للشرف
والإصرار والتحدي والعزيمة والجرينتا. وقت اللي كانوا الجابونيين فهمتني في الحرب العالمية الثانية، قال لك يوفى الكرتوش في الطيارات متاعهم، يهبط بالطيارة ويدايفي بيها على حاملة ولا ناقلة الطائرات الحربية الأمريكية. هذاك قداش الناس فهمتني كانت عندهم جرينتا. وهذاك بالضبط شنو نسحقوا احنا كان نحبوا نرجعوا المجد فهمتني للجيل متاعنا. بخلاف هذايا بالطبيعه باش نسحقوا شويه فلفل، على خاطر فما ناس عندهم الجرينتا ما لازم نلهبوهم شويه فهمتني باش تفيق وتتحرك هيك الجرينتا متاعهم. وبالطبيعه في كل حرب ثم تجهيزات لازم تصير، فما اعدادات وتحضيرات اللي يجب القيام بها مسبقا. هو لا محاله صحيح الروز يفكرنا كما حكينا معناه في الاسيويين والشهامه متاعهم والشيء ذاك الكل، اما الآسيويين بطبيعة عندهم بعض المشاكل، بعض النقائص اللي يجب التخلص منها، كما مثلا عدم وجود المؤخرات عند النساء متاعهم، هذه مشكلة كبيرة برشا لازمنا نحيوها. كما مثلا خلينا نقولوا الانصياع المطلق للعادات والتقاليد، على خاطر هذاك هو المشكلة الكبيرة. معناها انت لازمك تفهم انه العادات والتقاليد راهو البومر زرعوهم فينا باش يسيطروا بيهم علينا، راهم هذاكم كما السرطان اللي قاعد ينخر في المنظومة المستقبلية متاعنا. كما مثلا زاد اللي هما ما يحبوش الغش وما يحبوش الامور هذه. نقطة الغش الولاد رانا باش نحكيو فيها مطولا، دونك خليكم معايا. هذاك علاش معناها خلينا نقربكم تشوفوا هذاك علاش يجب التخلص من هذه النقائص في الآسيويين، لأن الكمال لله في نهاية الأمر. دونك ناخذوا الروز متاعنا نعملوا له غسلة باهية ونخليوا الروز متاعنا في شوية ماء باش يهضم الشيء اللي صار، خاطر راهو مش سهل معناها تجي للآسيويين وتقول لهم راهو باش نقصوا من العادات التقاليد وكذا. بالطبيعة هذا ما يسمى بالكالتشرال شوك، معناها صدمة ثقافية، لازمهم شوية وقت باش يستوعبوا الموضوع. دونك كان باركيوهم غادي نخليهم يستوعبوا الموضوع شوية شوية. راهي الحرب هذه ما هيش متكافئة. كي تشوف معناها الباور سكيل كما نقولوا مقاييس القوى في العالم بين الجنريشنز، ظاهر انه البومرز عندهم ادفانتج كبير برشا. ما شكون اللي يحكم في الاسلحه والجيوش وشكون اللي يملك الاراضي والعمارات والاسهم والذهب والشيء هذاك الكل، يمو البومرز. دونك احنا لهني لازمنا تكون عندنا ايدج في الحرب هذه اللي هي باش تكون الغش. طويك اذا كان ثم زفارات متاع الار بداو يضربوا في مخك ولا ما نغشش انا وانا انسان سوي وكذا، ساعه اولا تنفس فهمتني، وانا باش نراعي ظروفك. اما جست المره هذه برك خاطر نتفهم، وانا في يوم من الايام كنت نوب كيف كنت ما كنتش فاهم الدنيا كيفاش تمشي، حتى كشي عملت الانلايتمنت متاعي، رحله التنوير هذا اللي فسرت لي شنو قاعد يصير في العالم. دونك بالنسبه للغش نرجع لموضوع الغش متاعنا. اسأل روحك شو معناها الغش؟ هات ناخذوها واحدة واحدة. شو معناها غش؟ الغش هو انك تكسر القواعد، انك ما تلعبش حسب القواعد. وشكون اللي حط القواعد هذوما اللي احنا قاعدين نكسروا فيهم؟ بدأ تخمم ولا بدأ مخك يتحل ولا بيان؟ هما البومرز اللي حطوا القواعد هذاكم. اي سلطة ولا اي قوة في العالم هذه تكره شكون يتحداها. دونك باش تحط الماكسيموم بوسيبل نتاع القواعد باش تحرص على انه الشيء هذا ما يصيرش. ناخذوا ثم برشا امثله معناها على وجه التاريخ. نجموا ناخذ خونا غاليلي هذاك اللي قالك انه الارض ماهيش المركز نتاع الكون، وفجأة الكنيسة قالت لك واه شنية، دخلوه للحبس وعملوهم له كل قعدوه على شقف وحطوه له في قجر وقطوس في شكارة، فزيت هذاكم عملوهم له الكل بالرغم اللي كان عنده الحق. لحظة خلينا نوريكم شلون نحطوا معناها لهنا في الطنجرة متاعنا ونكمل نحكي لكم على الفلسفة متاعي. أنا نحطوا شوية سمن لنا على خاطر ممكن الحرب متاعنا تطول، وبليكش نلقاو رواحنا في جبال الألب معناها كما كان جدنا حنا بعل هو والمحاربين العظماء متاعو، بالكش ما فماش برشا ماكله. دونك نسحقوا نعملوا شويه شحم باش في الحالات القصوى هذيك يكون عندنا ريزرفوار نتاع طاقه. شويه قرنفل، نزيدوهم زاد حبيبات فلفل اسود. شكون اللي ينجح في السيستم هذايا او يكبس روحك عاد شبيك مصدوم وتتراهوج يلدي نعرف راهي حرب وصعيبه الامور، ما حبك راجل ركز معايا. السيستم شكون الناس اللي يفرح بيهم ويبجلهم ويمجدهم؟ هي الناس اللي تنجح بمعدلات باهية.
اسمع، ريت ولد سميحة تبارك الله عليه، ولد سميحة جاب 18 بيك ما تجيبش انت كما ولد سميحة. هو عنده 4 عيون وانت 2 عيون. ولد سميحة هو سطل حرفيا ومعنويا. هو سطل شنو؟ اجا نشوفه مع بعضنا. سطل شنو الهدف متاعه؟ سطل هو وعاء تحط فيه مادة تنقلها من نقطة في الزمكان إلى نقطة أخرى. هذاك بالضبط ولد سميحة شعمل، هز معلومات حطهم في سطل، مشى بسطل غرفة الامتحان وصبهم الكل على الورقة. ما فما حتى إنسان يتذكر أي حاجة قراها على مدار 18 سنة متاعه في كارير الدراسي. هاني أنا ناجح ب 17 في الباك وقاري في ألمانيا وانجنيور كذا، ما نتذكر حتى شيء من قرايتي برو، ما نتذكر حتى شيء، على خاطر ما عنده حتى معنى. على خاطر المعنى متاع القراية انك تنصاع للسيستم، انك تولي سليف، انك تولي عبد، انك تفقد الاحلام متاعك، تفقد الجرأة متاعك. على خاطر الانسان اللي يتحدى السيستم، الانسان الغشاش، هو انسان جريء، انسان مقدام، انسان مغوار، انسان كرياتيف، طموح، يحلم بمستقبل احسن. هما الناس اللي يبنيوا المستقبل متاع البشرية، الناس الغشاشة هذيك. على خاطر انا كنت مثلا كي باش ندخل نعدي امتحان شنو نعمل؟ نقعد في البلاصه نتاع وين يقعد الاستاذ، في بيرو الاستاذ، ونجيب طفل صاحبي نقول له اسمعني اقعد قدام الطاوله اللي انا باش نقعد فيها، باش نشوف من الزاويه اللي يقعد فيها الاستاذ اسكو الانجل هذاك اللي انا موجود فيه داخل في الشون فيزويل نتاعو، ولا اسكو الاستاذ يرى فيا وراه صاحبي ولا. فهمتني؟ دونك هذاك علاش انا واعوذ بالله من كلمه استاذ كي يسالوني شنو تعمل به بيثاغور، انا نستعمله ضد المنظومه اللي قريته لي. انا نحارب المنظومه بالاسلحه نتاعها، انا نغش باش ننجح في الحياه الصعيبه هذه. فهمتني؟ دونك خمم معايا انت في الناس العظماء الكل. لحظه قبل العظماء يظهر يوصل تويكا السمنه نتاعنا لتمبيراتور محترمه جدا، وطاو النجم انلودي والحم تويك الكل فيها. ولا كما تشوفوا الدم معناها على الصحن يثبت لي انا اصطدت معناها اللحم هذايا. شويه تشتيش ولا يظهر كثرنا لها من اللحم، يظهر لي كثرنا لها من اللحم. لا ما ميزالش، مش مشكل تحت، مش مشكل. فهمتني؟ اش كنت نحكي انا قبل ما اللحم يقاطعني؟ دونك الصفات اللي انا كنت نحكي عليهم الكل تويكا متاع الغشاش الولاد هما نفس الصفات اللي نحبوهم في الابطال متاعنا تاريخيا. احنا نحبوا في حنا بعض الاقدام متاعو والجرأة متاعو، بالرغم برشا ناس قالوا له سيب عليك حنا بعض وهاك مركش واصرف الفلوس متاع بوه كان جنرال. فهمت ليه؟ قال لهم لا والف ولا، انا مانيش نخلي قرطاج ترضخ للحكم الروماني، مانيش نستسلم للمنظومه اللي موجوده تويك. هذاك علاش نحبوه احنا حنا بعض هكا ولا. هذاك علاش نحبوا فرحات حشاد، على خاطره ما استسلمش للاستعمار وحب يحرر تونس ونجح، وكان من الابطال ومن شهداء تونس. هذاكم هما الناس اللي حاجتنا بيهم. نفترضوا لي انت ملك وعندك حرب جايتك على قريب، شكون تفضل؟ اغزر لي جاي. شكون تفضل تجيب في الحرب نتاعك؟ شكون تفضل يقود الجيش نتاعك؟ انسان غشاش كيفي انا كان يستغل كل فرصه باش يغش فيها ويتغلب فيها على النظام، والا باش تجيب ولد سميحه هذاك سطل؟ شكون باش تجيب هكا جري جوي هذاك ديكلس، فهمتني، اللي قصولو متاعو، ولا باش تجيب جون سنو؟ ظاهر الخيار حبيبي. يا اخي قاعد تفهم فيا ولا؟ قاعد تفهم فيا اش قاعد احكي لك ولا؟ مبكري وانت تضحك وتتكشخ، فهمتني. يا اخي تخيلها لعبه. نقول لك حرب عالميه ثالثه جايه من غادي وجزيره ابستين وسخطت على راسك وانت تضيحك لهنا. تخيل نفدلك معاك. تشوف صاحبي وقت اللي تبدا الحرب هذه وتلقانا واقفين بجنب كتف للكتف. بطبيعه انت مانيش نلقاوك في الحرب، تلقاك هربت معناها كيما الطحان هذاك شو اسمه في شو اسمه الطحان تاع جون سنو في سام هذاك هو كالسمين هذاك اللي يقرا في الكتب. ريت هذاك اخرته شنية يقرا في الكتب اوكي خرا فيه بالكتب نتاعو، خرا فيه بالعلم نتاعو. وعلاش طويك احنا نكره الناس القرايه؟ علاش الناس القرايه منبوذين؟
على خاطرهم يمثلوا السيستم. هذاك علاش الناس القراية منبوذين، خاطرهم يمثلوا كالطحانة متاع السيستم، يمثلوا الفزاعة اللي يستعملها السيستم. كما قلنا معناها باش تقعد أمك تقارن فيك ديما بيه. علاش ما تجيبش أعداد كما ولد سميحة؟ يحسب روحك ما عندكش تليفون، يحسب روحك ما عندكش انترنت. علاش ما تحسبش انت روحك؟ علاش ديما انا نحسب روحي؟ علاش ديما يقرونا احنا الجيل الجديد باش احنا نتقبلوا النقص واحنا نتقبلوا المشاكل هذه؟ اما هما لا، ما يحسبوش رواحهم، هما ما يعرفوش يحسبوا. هذاك المات اللي قراهولنا احنا باش نحسبوا رواحنا ما عندناش، ونحسبوا رواحنا ناقصنا، ونحسبوا رواحنا نجموا نوليو خير. تويك الولاد احنا وصلنا الى مرحله حرجه. تويك باش تكتمل الطبخه نتاعنا تقريب، باش نحكيو على شويه بهارات، وباش نحكيو على استنى لحظه برك خرج حق الميكرو. باش نحكيو على شويه بهارات. اذا كما قلنا ناخذوا ملعقه من كان تقربوا احسن انتم ولا اصلا نحيوا الحشمه هذه. راني قلت باش نولي ان شاء الله القائد نتاعكم في الحرب هذه، دونك عاملوني كما اخوكم الكبير. دونك مغرفه فلفل احمر، نزيدوها حتى شويه نصيف مغرفه ميسالش. باش ناخذوا هذايا كركم يظهر لي، مغرفه باهيه معبيه هكا كركم. ناخذوا هذايا كمون، لا مش هذايا حشنا به، حشنا بالكوري. وينك الكوري؟ وينك الكوري؟ هو هذايا الكوري، فهمتني؟ ملعقه زاده من الكوري، فوالا. هوب، وشويه فلفل اكحل، نعطوها نص مغرفه هكاك تقريب يعني من الفلفل الاسود، فوالا. من بعديك باش ناخذ نص جعبه من الطماطم المعجونه. نعرفش كان برشا ولا شويه، انا مانيش ناخذ الريسك ومش نكملها الكل الجعبه، باش خلي فيها شويه. ديما كطبيخ معناتها عمرك ما تحط حاجه كامله، عمرك ما تحط شطر ولا كل ولا، ديما خلي شويه برك في الاخر. معناها غير قداش خلي كم كوا انت المعلم وتعرف بالضبط قداش. معناها ريت انا تو كان حطيت مليمتر اخر والله كانت باش تفسد الخلطه. نجيو تويك للفنان للسوبر ستار نتاعنا الهريسه العربي، هكاك يعني كميه محترمه جدا، فوالا. تمشي على روحها نتخلصوا منها الملعقه هذيك. ريتك المغرفه كيفاش طيشتها، هذاك بالضبط كيفاش باش نطيشوا برشا ناس باش يحاولوا يعاونونا. التقنيه هذه الولاد يستعملوا فيها تويكا الاسرائيليين مع الالمان. الطو ذالينهم على الحرب العالميه الثانيه. في انتم عملتوا فينا، في هتلر، في درشنيه، في كذا. انا معناها كانسان الماني مثلا، انا مانيش الماني، اما مثلا كان جيت انسان الماني يا اخي باش تقعد تذلني على حاجه عندها 100 سنه التالي. يا اخي انا كنت معاهم، ولا بالكش تحكي على جد بو عمة امي اللي هو مات تويك ومخزز في القبر نتاعو، ايش مدخلني انا فيه؟ دونك هذاك شنو باش نعملوا الولاد؟ احنا باش يجيو بومرز باش يقولوا لنا سامحونا بالله واحنا وكذا ودرشنيه، واحنا باش نقعدوا نذلوا فيهم. حتى بالرغم تلقاه هو ما عمل حتى شيء، معناه تلقاه لا هو لا مخترع لا صنع تليفون لا صنع حتى شيء. معناه هو شنو صنع 8 فروخ على اساس واحد فيهم باش يكبر يولي لابس عليه ويشيل العائله الكل على كتافه. هذيك اكثر حاجه صنعها في حياته، فهمتني؟ اما احنا كمان باش نستغلوه. دونك خلينا نوريكم تويك اللحظه التاريخيه اللي باش يمتزج فيها الاسيويين بالبرايمال انستينكت نتاعنا، بالغرائز الصياده نتاعنا. اوب ريتوها ولا العمليه هاي قاعدين تراو. دونك الافونتاج الاولاد اللي عندنا احنا طويكا بارابور للشياب للبومرز هو شنو؟ هو واحد افونتاج واحد برك، الا وهو القوه الجسديه. القوه الجسديه هي الحاجه الوحيده اللي عندنا احسن منهم. وانت تو شنو قاعد ترى في الحرب نتاع ايران ونتاع امريكا؟ شنو قاعد ترى ايران في شنو قاعده تضرب تويكا؟ قاعده تضرب في القواعد الامريكيه، والاهم من هذا قاعد تضرب في الاويل
ريفاينرز كيفاش تسميه بالعربي، هذاكم اللي يدخل فيهم نفط خام ويخرج منهم ديزل وبترول والشيء هذاك الكل، على خاطر يعرفوا انه الطاقه هي اهم حاجه في عالمنا تويكا. وانا ناكد لكم وقت اللي باش تبدا الحرب اللي باش نقودكم فيها ان شاء الله الاولاد، باش نرجعوا للعصر الحجري، ما عادش فما كورون والكتريسيتي وانترنت وكذا، باش نرجعوا سيوفه وحصلنا فهمتني ورماح والجو هذاك الكل. دونك احنا وقتها باش يولي عنا الادفانتج، وذاك علاش لازمنا نعمل الماكسيموم بوسيبل باش نعززوا ونكبروا الادفانتج. فالخطه نتاعي انا شباب انه كل واحد فيكم مينيموم من هنا للصيف لازم يزيد 4 كيلو ميوسكل عن طريق الاكله السحريه اللي قاعد طيب لكم فيها تويكا. لازمكم تدخلوا ترينيو بطبيعه الحال اي نوع نتاع سبور، ما يهمش، ما قلت لكش تدخل تريني حديد ولا كذا، باش نسحقوا ناس يترينيو حديد، باش تحققوا ناس يترينيو اتليتيزم، باش تحققوا ناس يترينيو بوكسينج، باش نسحقوا ناس، باش تحققوا كل الرياضات، باش تحققوا لها اي حاجه عندها علاقه بالجسد الاولاد، باش نسحقوا لها في الحرب نتاعنا، فهمتني. اما المهم انكم تاكلوا برشا، خاطر لازمكم تبغلوا، مهم برشا انكم تبغلوا، هذه حاجه باش نستغلوها مليح مليح ضد العدو نتاعنا. وباش تبغل الاولاد هي شنية معروفه معناها اللعبه، لازمك الماء حضر لي ولازمك تاكل اكثر من اللي تسحق له، معناها لازمك تدخل فيما يسمى بالكالوريك سوربلاس، لازمك تاكل اكثر من اللي بدك يسحق له. والبدن مصمم باش يعرف وقتاش يحبس على الماكله، اوكي، الا الامريكان بارامون ديزاكتيفيتد الهاردوير هذايا عندهم هما. وين عم انت قلت شبيك ما حطيتش ملح؟ عندك الحق، خاطر الملح طوي يجي الملح في اخر خطوه يتحط الملح بعد ما حطينا الماء كما شفتوا الاولاد في الارز نتاعنا، يجي طويك الوقت اللي نحطوا فيه الملح، معناها نكونوا جينيرس في الملح نتاعنا. شويه اخرى مسالش، شويه اخرى مسالش، تي برا بركه، تي برا يا راجل، تزيد محسوب. دونك ونعملوا طويك الطريقه هذه، هوب، فهمت لا؟ ما شاء الله وليمه هذه، طيبت انا نتاع جزرنا هذا. خلينا نزيدوها طريف 100 بالله، ماذا بينا الماء يغطي معناها الروز كم هكا سوا. يوكي طويك شنو يصير؟ ريت الفقاقيع هذاكم بعديك باش ينشف الماء، باش يهبط الماء، باش نحطوا النار على اقل شيء ونغطيوا عليه الروز. كي نوصل للمرحله هذيك نستناو 4 ساعه من بعديك الروز نتاعنا يكون طاب، فهمتني. وباش تنجم تاكل اكثر من اللي تستحق لازمك تلهي البدن نتاعك، لازمك تلهي مخك، خاطر مخك كان باش يقعد مركز مع كرش يقول لك ستوب، راك وصلت للحد الاقصى المسموح به. انت لازمك تخلي مخك يتلهى بحاجه اخرى، كما عاملين البومرز معانا بالضبط، عطاونا السوشيال ميديا باش نتلهيو بيها احنا، ومشيره الاخرى هما قاعدين يسرقوا في المستقبل نتاعنا. احنا باش نعمل نفس الحاجه المخ نتاعنا، باش نستعمل نفس الوسائل اللي هما يلهيو فينا بيهم، باش نلهيو مخاخنا، باش نقويو اجسادنا ونهجموا بها عليهم. هذاك علاش لازمك ديما تبدا تاكل، تبدا تفرج في يوتيوب ولا نتفليكس ولا تلفزه ولا اي حاجه، باش مخك ما يبداش جوست مركز مع كرشك. ولا هني يجي دور سبونسور نتاعنا كوارت، اللي هو شوب ديجيتال يبيع اي سبسكريبشن تخيلها، تحب تشات جي بي تي، تحب نتفليكس، تحب سبوتيفاي، تحب جيفت كاردز، فهمتني، باش تشري ار بي في اللول ولا اي حاجه تنجم تصورها في العالم، كوارت يبيعوها. هاكا اللين نتاعهم مكتوب اللوطه، تنجموا تشيكيوهم على السيت ويب نتاعهم ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك، طالما مازال يمشي الشيء هذا الديجيتال والعالم هذا، خاطر باش يجي وقت ويتنحى ونرجعوا للزمان الطيب الولاد كما كنا من قبل في العصر الحجري، واقفين مع بعضنا الجنب الى الجنب، الكتف الى كتف، في هذه الحرب اللي باش ترجع لنا المجد، اللي باش ترجع البركه على وجه الكره الارضيه هذه. وحتى كان انا اغتالوني كقائد الثوره هذه ما عندي مناش خايف، ينجموا يغتالوني جسديا اما ما مش باش يغتالوني فكريا. الفكره عمرها ما تموت، خاطر الفكره موجوده طويكه في مخك انت.